بليلة بلبلوكي، بليلة بلبلوكي، بالشام جندوكي، بالأنبار جنسوكي، بغداد مسكوكي، الإعلام طمطموكي، محتوى هادف فضحوكي. يا لطيف. جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل 26 لاجئ سوري حاصل على الجنسية العراقية عن دائرة أحوال القائم بمحافظة الأنبار، وانفتح وياهم تحقيق وأثبت تورطهم بالانتماء لمنظمات إرهابية. اليوم تم إلقاء القبض على شخص سوري ينتمي إلى العصابات الإجرامية. التحقيقات الصحفية تقول ممكن العدد أكبر، ممكن أكثر من 100 بعد اعترافات المعتقلين عن وجود مجنسين آخرين. بخلال اعترافاته قال أن هنالك أكثر من 100 شخص سوريين قد حصلوا على البطاقة الموحدة صادرة من نفوس الأنبار لهم. بس حتى يقللون الضغط الإعلامي عن الحدث قالوا المعتقلين بس 26. بالقبض على 26 سوريا ثبت تورطهم في الحصول على الجنسية العراقية. بالعراق استقبلنا أكثر من 300 ألف لاجئ سوري وصاروا جزء مهم من القطاع الخاص، وتعاطينا وياهم صرنا نتبادل اللهجات، ممكن تشوف سوري يحكي باللهجة العراقية، عراقي يحكي باللهجة السورية. الحمد لله بس العالم كلها يعني طيبين وكويسين ومحترمين معي. بس هاي القضية خلت ألف علامة استفهام إذا شفت سوري يحكي اللهجة العراقية. ونرجع لسالفتنا، وزارة الداخلية أعلنوا تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع، واعتقلت منظومة تكون من 11 واحد، ضابط ومنتسب وموظف. صار أيام ما وصلنا لأي نتيجة. أحالت وزارة الداخلية 11 ضابطا وموظفا في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى القضاء بسبب إصدار بطاقات وطنية غير قانونية لعشرات السوريين. بهاي القضية الإعلام اللي يدور سبق صحفي ما اهتم الموضوع، الناشطين الوطنيين هاي القضية خارج حدودهم ما لهم علاقة بها أصلا، وعادي إذا دواعش خذوا الجنسية العراقية وهم أجانب. الوضع الأمني العراقي يواجه تحديات مستمرة، وجود القوات الأمنية مختلف صنوفها يبطل ارتياح للشارع، بس بهاي القضية صار تخوف من عودة الإرهاب. هناك مؤشرات على تحركات محدودة لخلايا إرهابية في مناطق حدودية بالاستفادة من الانهيار الأمني في الداخل السوري. وبخصوص تجنيد السوريين هاي مو أول مرة تصير، قبلهم رئيس سوريا الحالي أبو محمد الجولاني دخل العراق وتنظيم القاعدة وقتل من العراقيين واعتقلوه وطبوا بسجن بوكا. سجن بوكا دخل الجنسية العراقية واسمه أمجد مظفر حسين النعيمي. لقد خدعهم، أوهمهم بأنه عراقي، اختار اسما مستعارا. وهسه وبعد سنوات ايش كم أمجد مظفر، أقصد أبو محمد الجولاني راح يطلع من ضمنهم.